بخاف من ربنا. دكتور يوسف بطرس غالي الحقيقة قال موضوع عن الإنتاج الحيواني ووضعه كوزير المالية ودراسة ومشروع معين هو اتكلم عليه بأمانة ممتاز. يعني يسلم يوسف بطرس غالي، والله يسلم. بس قال حاجة غريبة بقى ما فوتهالوش. بيقول أنا عندي جاموس، الجاموسة هبدل لكم الجاموس بتاعكم وخلي وتاخدوا مني جاموس، الجاموسة تجيب في اليوم 40 كيلو لبن. قلت له عندك، وكان السيد جمال مبارك موجود بقى، هفوت الكلام ما ينفعش. قاعد قلت له رايح فين؟ قال انا رايح اصور مع عبد اللطيف المناوي في. قلت له لا، صور عبد اللطيف المناوي مين؟ ده انا مش سايبك، انا عايز بقى تجيب لي جاموس من اللي بيطلع 40 كيلو لبن في اليوم ده عشان اوزعه في الدايره عندي. قال لي الناس عندكم في الدايره عندهم جاموس؟ قلت له مليان. قال لي خلاص هات لي الناس اللي عندهم جاموس بلدي وانا بديلهولك بالجاموسه بتجيب 40 كيلو. قلت له وانا كمان معاه، ما انا برضو عندي جاموس انا وابناء دايرتي. قال لي طبعا ما فيش جاموسه بتجيب 40 كيلو في اللبن في اليوم، ما فيش اي كلام في اي اتجاه يعني. قلت له طيب تكون بقره وانت قاصد ان هي يعني كنت مش واخد بالك، ملتبس عليك الامر، انت شكلك بالك مده ما رحتش البلد. قال لي مين اللي قال لي؟ قلت له ما انت ممكن تكون مش عارف الجاموسه من البقر. قال لي لا جاموسه. قلت له خلي بالك انا جالي رساله بقر من المانيا من شويه، وفي واحده تانية بعد شهرين جايبها. اوعى يكون قصدك على الحاجات دي. جرايه يا توفيق، بقول لك جاموس خلاص. طبعا الاستاذ عبد اللطيف المناوي كان قاعد يقول لي الهوا قلت له استنى يا استاذ عبد اللطيف، هوا ايه الوقت ده؟ الجاموسه بتجيب 40 كيلو لبن. الوزير الماليه بيقول هذا الكلام، ده احنا هنخلي فلاحين مصر اغنى فلاحين في العالم. لما تبقى الجاموسه بتجيب 40 كيلو نصرف عليها 8 20 كيلو في اليوم اكل وشرب وكله، يفضل لنا 8 20 كيلو. انتوا عارفين 8 20 كيلو لبن هنسلم الكيلو، الجماعه الفلاحين بتوعنا في دايرتي هيسلم الكيلو ب 3 جنيه، 3 ب 60 جنيه في اليوم، يعني في الشهر ب 1800 جنيه. والله العظيم هيرقصوا. بس طبعا ده كلام غير مقبول ان في جاموسه بتجيب 40 كيلو لبن في اليوم، مفيش. ولكن هروح له برضه، هو قال تعالى هروح له، هو اللي قال.